الو. هو في ايه؟ هو ايه اللي فصل بالظبط؟ النهارده احنا مش جايين نعمل ريفيو عن موبايل نازل بقاله 6 شهور اكيد، لان دي مش حاجه منطقيه يعني، ولكن احنا النهارده جايين نتكلم اكتر عن الموبايل ده، نتكلم عن مواصفاته ومميزاته والكلام ده كله يعني، وهقول لكم ليه الجهاز ده هو اكتر جهاز حرفيا محبط او مخيب للامال، ولكن في نفس الوقت برضه هو ستيل جهاز عملي وفانكشنال جدا يعني. انت لسه اول مره تشوف، ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله باذن الله يوصلك شعره اول باول. وما تنساش كمان تشير الفيديو ده مع اصحابك عشان نقدر ان احنا نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. حابب افكرك كمان ان احنا قربنا نوصل 2000 سبسكرايبرز، ويا ريت لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب تنزل تحت وتعمل سبسكرايب. من ساعه ما سلسله الايفونات الجديده نزلت وانا ما فيش ايفون شاغل دماغي غير الايفون 17 اير، والفتره اللي فاتت الحقيقه انا اكتشفت ان الموبايل ده كان شددني بشكل كبير جدا جدا، وخصوصا اني دخلت الفتره اللي فاتت محلات زي تريد لاين وسويتش بلس، كنت اوتوماتيكلي كده بفكس ال 17 برو وال 17 برو ماكس، واوريدي بتوجه لل 17 اير، يمكن عشان هو ده الايفون الوحيد اللي حصل فيه تغيير. كل الايفونات الجديده اللي نزلت هي عباره عن ايفونات قديمه، ولكن فيها تغييرات بسيطه في الديزاين وفي البرفورمانس والكلام اللي احنا اتكلمنا عنه فيه قبل كده يعني. ولكن الايفون اير هو كان الكونسبت، او هو كان الحاجه المختلفه في المؤتمر بتاع ابل من ساعه ما ابل اعلنت عن الايفونات الجديده يعني. ولكن على الرغم من كل اللي انا هقوله ده، في ناس كتيره ما بتتفقش معايا فيه. انا شايف بصراحه ان الايفون 17 اير بيقدم قيمه مقابل السعر كويسه جدا جدا، على الرغم من كل اللي انا بقوله ده، ان مش هلاقي ناس كتيره متفقه معايا في اللي انا هقوله ده بصراحه يعني. بس بصراحه فكره الايفون اير هي فكره جديده وروشه كده، ان هي تقدم لك تقريبا كل الحاجات اللي انت فعليا محتاجها مش الحاجات اللي انت عايزها، وفي نفس الوقت برضو يبقى في بادي رفيع كده ويبقى شكله شيك. هي فعليا بصراحه فكره عجباني جدا جدا، وانا عارف ان في ناس كتيره مش هتبقى مقتنعه بالكلام اللي انا بقوله ده. قرينا السكريبت بس كده عشان حاسس ان انا ايه مش عارف يعني. بس لو انت مسكت الموبايل ده في ايدك هتبقى قادر قوي تفهم احساس الفخامه اللي الموبايل ده بيقدمه لك، هتبقى قادر برضو تفهم ان في اكتر من سبب بصراحه تحب عشانهم الموبايل ده، مش بس فكره كونه ان هو حاجه جديده، او مش بس فكره كونه ان هو فعلا بيقدم لك تغيير، لا فعلا في اسباب كتيره تخليك فعليا تحب الموبايل ده جدا، وتخلي الموبايل ده هو فعلا اوبشن مناسب جدا جدا ليك لو انت بتفكر تشتري ايفون في سنه 2025. الناس كلها بتتكلم على الايفون 17 اير او على الايفون اير انه موبايل ريسك انك تروح تشتريه، انه موبايل رفيع جدا جدا، موبايل مستفز مش عارف ايه، لكن ما حدش بيتكلم عن ازاي ان ابل قدرت تحشر كل مكونات الايفون الحقيقي او الايفون الفانكشن اللي تقدر حضرتك تستخدمه في الحته الرفيعه اللي فوق اللي جنب الكاميرا، اللي هي المسماه بالكاميرا بلاتو. وعلى الرغم من كون ان التقنيه دي هي نفس التقنيه، او هي نفس الطريقه اللي ابل استخدمتها في الايفون 17 برو و17 برو ماكس، الا ان سمك الموبايل هنا مختلف تماما. احنا هنا بنتكلم عن 5.6 مللي. هو ستيل مش ارفع موبايل في العالم، ولكن هو ستيل موبايل رفيع جدا جدا. فكرة انك لما تحط كذا فاكتور، زي مثلا ان ابل برضو قدرت تفات يو اس بي تايب سي في 5.6 مللي، وقدرت برضو تخلي كل المكونات في الحته المقلبظه اللي فوق دي، وتسيب بقيه الموبايل حرفيا فاهم حته رفيعه جدا كده. كل الحاجات دي بتخليك فعلا تفكر في الموبايل ده وتقول ان الموبايل ده ممكن يبقى موبايل مناسب ليك يعني. على الرغم من كل الدفاع المستميت اللي انا عمال ادافعه على الموبايل ده وعمال اقول مش عارف ايه وبتاع، الا ان انا عارف ان الموبايل ده هيفشل، او اوريدي فشل ذريع جدا جدا. لما نيجي نبص على مميزات الموبايل، فمميزات الموبايل او السيلينج بوينت بتاع الموبايل مينلي قايمه على فكره ان هو موبايل رفيع جدا جدا، او ان هو موبايل شيك ومش عارف ايه وبتاع. ما هو الايفون 17 برو ماكس اوريدي موبايل شيك وشكله رهيب وتحفه وبتاع، وفي نفس الوقت برضو جايب كاميرات افضل، بروسيسور افضل، تصميم ستيل مش افضل ولكن ستيل كويس وستيل شيك جدا جدا. فهنا تحس ان الموبايل حرفيا هو مش عارف هو متوجه لمين. وفي نفس ذات الوقت برضو الايفون 17 اللي هو الموبايل بقى اللي هو انت هتاخد معاه كاميرات افضل، هتاخد معاه تجربه افضل، هتاخد معاه بروسيسور افضل وبتاع، افضل منه في القيمه مقابل السعر. لانك انت لما تيجي تبص هتلاقي ان انت هنا عندك كاميرا واحده، الكاميرا الواحده الاساسيه اللي هي 48 ميجا بكسل. هناك انت عندك الكاميرتين، في الكاميرا التليفوتو برضو موجوده هناك. لما تيجي تبص على الديزاين ماشي، ممكن يكون في الايفون اير اشيك، ولكن خلينا نقول نقطه الديزاين دي بتبقى نقطه اذواق شويه. ممكن ناس تبقى شايفه ان ديزاين ايفون اير حلو جدا جدا، وناس تبقى شايفه ان ايه ده وشكله مقرف وبتاع. فانت حتى نقطه القوه او السيلينج بوينت الوحيده اللي انت المفروض كنت مكونها عندك في الموبايل للاسف مش موجوده، لان هي حاجه قايمه على بس الاذواق يعني. في ناس اصلا شافت الايفون 17 اير وما اقتنعتش بيه بجنيه، فاهم؟ موبايل رفيع جدا وموبايل مش عارف ايه وشكله مش عارف ايه، وممكن اصلا تفضل تروح لل 17 لان هو هيقدم قيمه مقابل السعر افضل. بس خليني اقول لك ان توجه ابل ناحيه الحته دي تاني بعد الكارثه او بعد الفضيحه اللي حصلت بتاعت الايفون 6 ما هو الا دليل على انها واثقه من نفسها جدا، واثقه في التكنولوجيا اللي هي استخدمتها في تصنيع هذا الموبايل. والتكنولوجيا دي المعروفه باسم ال 3 دي برينتنج للتيتانيوم. ابل قدرت بيها انها تعمل هيكل داخلي للموبايل بحيث انها توفر له القدره على انه يبقى متين ويبقى الدنيا تمام يعني.
ولكن بمنتهى الصراحه لما تبص على سمك الموبايل فعلا وصل تقريبا حوالي 5.6 مللي، 100% هتقلق و100% مش تبقى مطمن حتى لو ابل حلفت لك ان فاهم مهما عملت الموبايل مش هيتكسر. طبيعي طبعا تبقى قلقان، فعليا الموبايل رفيع جدا جدا يعني. بس يا عم الو، هو في ايه؟ هو ايه اللي فصل بالظبط؟ ماشي، اللهم طولك يا روح. صحيح نسيت اقول حاجه مهمه من ضمن السيلينج بوينتس بتاعت ال 17 اير او الاير عامه، ان هو جاي بنفس الشاشه اللي موجوده في ال 17 برو ماكس بمقاس 6.6 انش وشاشه سوبر اموليد و120 هرتز بروموشن، وبص حاجه اخر دلع يعني. واكيد وجود الشاشه دي هيفرق كتير جدا جدا عن الشاشه اللي موجوده في ال 17 اللي هي بتعد اقل جوده اكيد من الشاشه اللي موجوده في ال 17 برو ماكس. وجهه نظري في حاجه ثانيه برضو ثبت الموبايل ده يصل للقاع او ما يبيعش او ما ينجحش يعني، هي ان الموبايل ده ملوش تارجت اودينس واضح او ملوش يعني عملاء او ملوش اسمه ايه ده، ملوش جمهور مستهدف واضح. فاهم قصدي؟ يعني مثلا على سبيل المثال لو جيت بصيت على الكاميرات وما بيجيش بكاميرات كويسه، فبالتالي انت كده خسرت فئه الكونتنت كريترز وخسرت فئه الناس اللي محتاجين الكاميرات او الفوتوغرافرز او وات ايفر، لان هي جايب كاميرا واحده هنا وانت ممكن تروح لل 17 اوريدي وهو جايب كاميرتين. تاني حاجه بالنسبه للاداء فهو جايب الاي 19 مش الاي 19 برو. انا معاك ان ده نفس المعالج اللي موجود في ال 17 ولكن ال 17 فيه اوريدي سمك دي، فبالتالي بيحصل تهويه وبتحصل توزيع الحراره بشكل افضل بكتير على عكس الاير. زي ما انت توقعت فعلا حوار الثيكنس القليل ده او حوار السماكه القليله دي مش هتخلي يبقى فيه توزيع كويس للحراره، وبالتالي هتبتدي الموبايل يسخن بسرعه ويستهلك من البطاريه بسرعه كبيره جدا، وبالتالي البطاريه هتفضى بشكل اسرع. فانت كده خسرت فئه الكونتنت كريتورز لما نزلت لي كاميرا مش اقوى حاجه ولا نزلت لي الكاميرا الاساسيه بس، وخسرت فئه الجيمرز لما حتى كمان انت مش منزل لي اقوى معالج وفي نفس الوقت برضو البطاريه اللي عندك هنا بتخلص بسرعه بسبب سوء توزيع الحراره. وفي نفس الوقت برضو انت خسرت اوريدي فئه الناس اللي عايزه حاجه اليجنت وعايزه حاجه شيك كده بسبب السعر بتاع الموبايل اللي ظالمه، اللي مخليه قريب اصلا من سعر البرو والبرو ماكس، وبالتالي مش منطقي ابدا انك تتوجه ليه وتسيب البرو ماكس وتاخد كاميرات افضل وبرفورمانس افضل وكل حاجه تقريبا احسن يعني. من وجهه نظري تسعير الموبايل ده ظلمه بشكل مخليه حرفيا هو مش عارف هو رايح لفين، او هو مش عارف هو بيكلم مين، فاهم قصدي؟ او هو مش عارف ايه التارجت اودينس بتاعه. فعشان كده من وجهه نظري الموبايل ده فشل للاسف. قصه الفشل الجماليه دي بتفكرني زي الايفون 16 اي او الايفون اس اي 4 اللي نزل بشاشه ايفون 13 بس ببازلز اكبر ونزل بتسعير برضه تقريبا وصل حوالي 50,000 جنيه، في حين ان في ايفون 16 تقريبا اغلى منه 5000 جنيه بس واحسن منه حرفيا في كل حاجه. فالسيتويشن هنا مشابه او السيتويشن هنا متشابه بشكل مستفز الحقيقه يعني. الموبايل كان كويس والله بس كان ناقصه مقومات كتيره للنجاح، كان ناقصه حاجات كتيره زي ان هو يبقى عارف هو بيكلم مين ويبقى عارف ايه الفئه اللي هو مستهدفها او هو رايح لفين يعني. يمكن لو كانت الحاجات دي اتوفرت وكان تسعير موبايل اقل ظلما ليه شويه كنا نشوفه بينافس ايفون 17 وش الوش كده او زي ما بيقولوا 1 في 1 يعني. ولكن للاسف لو الموبايل ده حاليا بتسعيرته الحاليه دخل منافسه مع ايفون 17، ايفون 17 هيدوس على وشه بالجزمه يعني فاهم. وبكده اكون خلصت كل اللي كنت عاوز اقوله. انا عارف الفيديو ده ما كانش منظم بجنيه بس حبيت بصراحه ان انا اكون موجود تاني على يوتيوب لان انا بقالي كتير قاطع يعني وما بنزلش فيديوهات، وكنت شايف ان انا لا عايز اطلع حاجه كويسه وبتاع، ولكن تعمل حاجه اصلا حتى ولو كانت مش مظبوطه 100% احسن بكتير من انك ما تعملش. فاهم قصدي؟ شكرا ليك جدا، ما تنساش تعمل سبسكرايب وفولو ولايك وكل الكلام ده، ولو حبيت ممكن تعمل فولو للاكونتس بتاعتي على السوشيال ميديا تلاقي كلها موجوده تحت في الديسكربشن، وتعمل برضه فولو للاكونتس بتاعت الشانل على السوشيال ميديا لان هي بينزل عليها شورت فورم كونتنت برضه، وروح تابعنا هناك. شكرا ليك جدا واشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.